طيب التبس بتاعت النهارده هنتكلم عن وجبه الفطار ووجبه السحور في رمضان. يا شباب الوجبتين دول من اهم الوجبات اللي انت هتدخلهم في شهر رمضان. ليه؟ تعالوا نعرف سوا. بالنسبه لوجبه الفطار، انت طبعا بتبقى قاعد فتره كبيره صايم، ما دخلتش جسمك عناصر غذائيه. اول لما تيجي تفطر لازم تدخل جسمك حاجات سريعه الامتصاص وحاجات سهله في الهضم. الامثله اللي على كده بالنسبه للبروتين سريع الامتصاص عندك، وعلى راسهم مكمل الواي بروتين. طيب انت دلوقتي واحد ما عندكش واي بروتين، عندك بيض، عندك فراخ، عندك سمك، عندك بقى لحمه، الحاجات دي كلها تعتبر سريعه في الامتصاص بالنسبه للبروتينات. طيب بالنسبه للكربوهيدرات سريعه الامتصاص عندك البطاطس، عندك الرز، عندك المكرونه، الحاجات دي كلها سريعه في الامتصاص وسهله في الهضم. طيب انت دلوقتي لو واحد حرفيا كده دبيتها على الفطار، دخلت عدد سعرات كتير، دخلت وجبه دسمه، هتبقى مأثره عليك طول اليوم، هتبقى مش قادر تاكل وجبات تاني، هتبقى مش قادر تتحرك وحاسس بالخمول، هيبقى تمرينك ضعيف وهيبقى مستواك مش كويس في التمرين.